نور الهدى قناة سلفية دعوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي ليلة الأربعاء 29 من شهر جمادى الآخرة للعام 40 بعد 400 والألف من الهجرة، أقرأ على شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية هذا المقال حول الفرية التي افتراها هؤلاء الموسومين بالصعافقة على أبي عبد الأعلى قارئ هذا الكلام خالد عثمان. نعم. فقلت فإنه من دقيق مكر الله الحسن لعبده الذي يكفيه سبحانه شر عدوه أن يجعل عدوه يظهر دون أن يشعر دليل براءته من فرية طالما روج لها هذا العدو الماكر، وجعلها تؤكة للدجل والتشويه للأمناء الشرفاء. وقد قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز وجل: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والعبد المؤمن إذا واجهه أعداء مكره فجرة في الخصومة فجرة في الخصومة ينبغي أن يتعلق قلبه دائما بقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله سبحانه أن نكون منهم. آمين. فقد قام القوم الذين عرفوا بالصعافقة هم قوم بهت بنشر صوتية لمجلس خاص جمع بين الشيخين الوالدين الكريمين ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وحسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية ومتع شيخنا ربيع بالعافية. آمين. مع بعض الطلبة، وكان التسجيل خلسة بدون إذن من الشيخين الوالدين الكريمين. أليس كذلك شيخنا حفظه؟ لم تعلموا بهذا بتسجيل المجلس ولم تأذنوا بتسجيل كل الأعمال يسجل؟ لا ما سجل. ما كان موجودا. كان موجودا. لا، ليس هو اللي سجل وليس هو اللي نشر، لأن نشر هذا التسجيل فواز المدخلي. نعم. من فواز ما عرفوش من الصعافقة. لا. نعم. نعم الله يحفظكم. اللي هو في الجنوب في صامتة. اللي هو الآن يطعن في مشايخ الجنوب، الشيخ عبد الله النجمي والشيخ محمد زيد المدخلي والشيخ محمد صغير عكور، يطعن فيهم ويسقطهم. الله المستعان. هل يرضيكم هذا شيخنا أن يسقط هؤلاء الأفاضل الذين هم تلامذة شيخنا الوالد زيد؟ أنه هو يعني عنده عجز وعنده نقص يسقط الكبار. الله. يسقط سوء الأصليين الأصلاء. سبحان الله. ده جرأة. الله المستعان. الله المستعان. فقلت حفظكم الله في هذه الجلسة قال شيخنا الوالد العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: خالد أبو عبد الأعلى أيد محمد بن هادي أو محمد هادي، وجاء هنا وعاتبته وبينت له أنه ما عنده شيء. قلت له: اكتب اعتذارا. كتب الكتاب ثم رجع مرة ثالثة مع محمد هادي. قلت: وقد ذكر شيخنا حفظه الله تعالى ما حدث إجمالا وإليك التفصيل كي تتضح الأمور. ففي ليلة الأربعاء 3 من ربيع الأول للعام 39 بعد 400 والألف صليت العشاء في المسجد النبوي وتوجهت إلى بيت شيخنا العلامة ربيع بن هادي وصحبني تلميذي الأمين محمد بن أمين الفرنسي. فضلتك تعرفه أخونا محمد أمين في المدينة. فلما وصلت كان في استقبال عمر ولد الشيخ ربيع وفقه الله، فجلست في غرفة الشيخ في الطابق العلوي ولم يكن الشيخ فيها، وبعد برهة أذن لنا في الدخول على الشيخ في غرفة أخرى كان يستريح فيها. وكان حاضرا مهند وما كنت أعرفه في تلك الفينة وعبد المعطي الرحيلي. وبعد أن سألني الشيخ عن أحوال مصر والشيخ حسن بينهم. نعم. سألني مباشرة: هل أنت تكلمت في عرفات وعبد الواحد وعبد الإله وإخوانهم؟ طبعا هذا كان في تلك الفترة، هذا كان حفظكم الله
العام 39 بعد 400 والألف من الهجرة. فقلت لشيخنا لا، يعني لم أتكلم. قال البتة. قلت البتة، أنا في تلك الفترة أنا بالفعل ما كنت تكلمت في أحد فيهم ولا إيه، بل ما كنت أعرف أغلبهم كما سأوضح ذلك حفظكم الله. فأتى عبد المعطي بورقة فيها تفريغ لكلامي، أو فيها تفريغ كلامي الذي استل من إحدى مجالسي في التعليق على رسائل الشيخ محمد بن هادي إلى طالب العلم، وهذه المجالس كانت داخلة تحت سلسلة تعليقات على كتاب التعصب للشيوخ. وكان تاريخ هذا المجلس في ليلة 13 من محرم للعام 39 بعد 400 يعني أكثر من سنة تقريبا. وقام عمر ولد الشيخ بقراءة هذه الورقة، وهذا نص الكلام الذي فيه في هذا التفريغ. قلت كلمات الشيخ محمد بن هادي نزلت على رؤوسهم كالصواعق، كلمات قالها ما توقعوها. هم ظنوا أنهم سيطروا على الدعوة في جميع أنحاء العالم. أقولها الآن وقد تتبين لكم بعد حين إن أحيانا الله. هؤلاء فاقوا حدادية فالح الحربي، بل حدادية الحداد الأول في الخفاء، في ضرب الدعوة السلفية دون أن يشعر أحد في خفية عجيبة. فقال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى هل أنت قصدت هؤلاء بهذا الكلام؟ يعني يشير إلى هؤلاء الطلبة اللي هو عرفات ومهند وعبد الواحد إلى آخره. فقلت لا. فقال لا تقلد محمد بن هادي. الشيخ ربيع يقول لي لا تقلد محمد بن هادي. فقلت أنا لا أقلد محمد بن هادي، ولم أقلد من هو أكبر منه، فكيف أقلده؟ ونحن تعلمنا من فضيلتكم تحري الدليل وعدم التعصب. فقال الشيخ ربيع إن محمد بن هادي ظلم إخوانه، وقال عنهم سعافقة أي جهال، هم يحملون شهادة الدكتوراه إلى آخر ما قال حفظه الله. وأنا أذكر طبعا ما حضرني من كلام الشيخ، يعني قد يكون في شيء فاتني. ثم قال من كنت تقصد بهذا الكلام؟ قلت قصدت الذين يتصدرون في الكتابة في مواقع النت، هم ليسوا أهلا للتصدر ويثيرون الفتن. أنت قلت له أنا بقول هذا للشيخ ربيع الآن. قصدت الذين في مواقع النت وهم ليسوا أهلا للتصدر ويثيرون الفتن، وقد بينت سماتهم في مقال لي نشر منذ سنتين تقريبا بعنوان رويبضة النت. فكان عبد المعطي يقاطعني بسوء أدب قائلا تقصد من هكذا، يعني كلامك يتنزل على أحد معين، يعني يتكلم معي. طبعا الفرق بيني وبينه في السن فرق، يعني ما احترم حتى السن الذي بيني وبينه، ولم يحترم الشيخ ربيعا بأن يخاطبني بهذا الأسلوب أمام الشيخ ربيع. فأجبته يتنزل على نحو سمير ابن سعيد القاهري. يعني قد كنت عرضت على شيخنا ربيع، كان في حضور فضيلتك، مقال رويبضة النت بعد ما نشر، أنا تذكر فضيلتك هذه الجلسة، وذكرت للشيخ ربيع في حضور شيخنا الوالد حسن عبد الله في حضور فضيلتك بعض كلمات السفيه سمير بن سعيد في السب والشتم، وأني عرضت به في المقال ولم أصرح باسمه. فقال لي الشيخ ربيع هذا سفيه كان يجب عليك أن تذكره باسمه وأن تحذر منه. فتذكر هذا الكلام، تقر هذا حفظكم الله. نعم. فتدخل عبد الواحد مدافعا عن صاحبه كي لا ينشر عن الشيخ ما يشين هذا السفيه، وأخذ يقول سوف نناصحه. هذه في الجلسة اللي كانت منذ أكثر من سنتين بعد نشر مقال رويبضة النت. فقلت حفظكم الله وكان قصدي ظاهرا أني أقصد أشكاله، أي أشكال سمير بن سعيد من رويبضة النت، فهو مجرد نموذج واضح عند العقلاء من جهة التعالم وإثارة الفتن
والسفاهة. أنت كنت تقصدهم في البيان ده؟ ما أنا الآن أوضح أن أنا ما كنت أقصد هؤلاء لأني ما كنت أعرف أغلبهم حفظكم الله، لكني كما ذكرت الآن حفظكم الله أني أقصد ما ذكرتهم أو ما أشرت إليه في مقالي رويبضة النت الذين يتصدرون في صفحات النت بتعالم ويثيرون الفتن بتعالمهم وافتئاتهم على العلماء مع دعواهم أنهم مع العلماء. فقلت هذا النموذج انتشر على صفحات النت وظنوا أنهم سوف يسيطرون على الدعوة من خلف الشاشات وهم رويبضة. فجاءت نصائح الشيخ محمد بن هادي لطلبة العلم والتي كانت في المدينة في تلك الفترة والتي كنت أعلق على بعضها من خلال تعليقي على كتاب تعصب للشيوخ مؤكدة لما ذكرته في مقالي رويبضة النت. يعني توافقت نصائح الشيخ محمد بن هادي مع ما أنا مع مقالي رويبضة النت مع ما كنت أعلق عليه في دروسي فعلقت على هذا. وفي تلك الفترة ما كان الشيخ محمد بن هادي سمى أحدا منهم من هؤلاء الصعافقة ما كان سمى أحدا منهم ولكني كنت أعرف بعض المواقف السيئة لبعضهم إجمالا ولكني كنت أحسبها مواقف فردية وما جاء في تخيلي أنهم تنظيم عالمي يريد السيطرة على الدعوة ثم صدق حدسي فيهم كما بينا شيئا من هذا حفظكم الله في مقالي براءة السلفية من مجالس الشورى السرية فضلتك تفضلت واطلعت عليه. فلما جادلني العلامة ربيع فيهم بينت له أني لا أعرف أغلبهم ووجهت كلامي لعبد المعطي قائلا أنا ما التقيت بك إلا مرة واحدة كنت التقيت به منذ يعني ما يقرب من 7 سنوات في مخيم الحج هذه المرة الوحيدة اللي كنت التقيت به قبل أن أراه في بيت الشيخ ربيع على ما أذكر. وكان في تلك الفترة كان مع الشيخ محمد بن هادي أو صاحبني مع الشيخ محمد بن هادي في رمي الجمرات وكان صغيرا في تلك الفترة عبد المعطي كان شابا صغيرا وكان يعني من أدبه في تلك الفينة يحمل حذاء الشيخ محمد بن هادي ونحن نسير إلى رمي الجمرات نعم قبل أن يفسده الصعافقة. فكان يظهر الأدب مع الشيخ محمد بن هادي الذين هم الآن يفعلون معه هذه الأفاعيل وجحدوا فضله وكانوا من الذين وقعوا في العقوق كانوا عاقين له. ثم وجدت منهم سوء أدب في الكلام معي وعدم مراعاة لحالة الشيخ الصحية حيث كان خارجا من عملية جراحية خطيرة التي كادت أن تودي بحياتي حفظه الله تعالى أسأل الله أن يحفظه. فأشفقت على الشيخ وما أحببت أن يتعبوه بالمجادلة فأجبت طلب الشيخ كي يؤكد له صدقي في عدم قصدهم جميعا بهذه الكلمة وأني لا أبدعهم فهم بالفعل عندي سلفيون في تلك الفترة وكنت أشعر بتحركات ونظرات مريبة من عبد المعطي ومهند وأكد لي هذا رفيقي محمد أمين الفرنسي كان كذلك شعر هو بهذه النظرات والتحركات الغريبة. ثم قمت بزيارة الشيخ محمد بن هادي في ليلة الخميس 4 من شهر ربيع الآخر للعام 39 بعد 400,000 وذلك بعد صلاة العشاء بحوالي ساعة. ولما أخبرت بما حدث مع شيخنا العلامة ربيع بن هادي من كتابات هذه الورقة في حق المذكورين حزن الشيخ محمد وقال لي إن الشيخ لا يعرف شرهم ثم بدأ يسرد لي شيئا من شرهم ومكرهم بالدعوة السلفية مما أنا أشرت إلى شيء منه في مقالي براءة السلفية من مجالس الصورة السرية وهناك أشياء أخرى لم تذكر بعد. نعم. وكيف أنه صبر عليهم سنوات. فسألته هل هم كانوا طلبة عندكم؟ فقال بعضهم نحو عبد الواحد وعبد المعطي كانوا أحيانا يقرؤون عليه كتبا في الحج إلى آخر ما قال. ثم قال مبينا فضل العلامة ربيع بن هادي أشهد أنه عالم كبير وأنه صالح زاهد عابد فقيه. هذا كلام الشيخ محمد بن هادي في حق الشيخ ربيع لي أشهد أنه عالم كبير. الشيخ محمد يقول هذا عن الشيخ ربيع أشهد أنه عالم كبير وأنه صالح زاهد عابد فقيه وأسأل الله سبحانه أن يبصره بأمر هؤلاء آمين. وبعد هذا كانت تصل إلي مواقف هؤلاء التي فيها إفساد وتفريق للدعوة في شتى البلدان بجانب مقالاتهم وقواعدهم التي تحوي على مخالفات منهجية ظاهرة
مما يدل على صدق حدس الشيخ محمد بن هادي فيهم. وكان أخطر هذه المخالفات التي كشفت مجالس الشورى، كان أخطر هذه المخالفات التي كشفت مجالس الشورى السرية التي أبنت عن حقيقة تلاعبهم فيها في مقال براءة السلفية من مجالس الشورى السرية. في الآخر بقى هذه ظهرت بعد ذلك من جانب ما كان يصلني قبل هذا من أمور، من مخالفات ومن محاولات للمكر بالدعوة السلفية والتحريش ما بين العلماء والسلفيين، والتحريش ما بين الشيخ ربيع على وجه الخصوص وبقية السلفيين، خاصة الذين لا يوافقونهم على أساليبهم وليسوا ثقة لهم. هذا المقال الذي أضج مضاجعهم وهز أركان باطلهم هزا بفضل الله وقوته، وأظهر حقيقة مكرهم الدعوة السلفية أكثر وأكثر. والسؤال المحرج للقوم: لماذا أبقيتم هذا التسجيل مكنونا في جعبته من شهر رمضان اللي هو في العام 39 بعد 400,000 إلى شهر جمادى الأخير الذي نحن فيه في العام هدفهم من كده. فلماذا تم إخراجه في ذلك الوقت تحديدا؟ هدفهم. وهذا الذي أنا قلته حفظكم الله بعد ذلك. هل القصد بنشره في ذلك الوقت هو إفادة المسلمين بما فيه من توجيهات ونصائح طيبة من شيخنا العلامة ربيع بن هادي حول أهمية إصلاح ذات البين كما جاء في عنوان الخبر؟ والإجابة الواضحة البينة التي يدركها أي عاقل أن قصد ناشره ليس هذا القصد النبيل، إنما قصده الظاهر هو إظهار ما جاء في طيات اللقاء من ذكر عبارة الشيخ ربيع في حق تلميذه أبي عبد الأعلى مقحمة في هذا السياق كي يظهروا للمغرر بهم أن أبا عبد الأعلى يريد الفتنة ولا يريد إصلاح ذات البين. كذبوا. وها أنا ذا بحول الله وقوته قد أتيت على شبهتهم الساقطة بذاتها عند العقلاء، فصارت كالكثيب الأهيل تذرو أناء الرياح فلا يبقى منه شيء. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر وليك هو يبور، وسوف تمضي عليهم إن لم يتوبوا وينيبوا. سنة الله وعقوبته التي لا تتبدل ولا تتغير، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وكتب أبو عبد الأعلى خالد بن محمد وعثمان الثلاثاء 28 من شهر جمادى الآخرة للعام 40 بعد 400,000 من الهجرة. جبت حكاية أصلها، جبتها من أصلها، من أصل الموضوع، جبته من أصله. الله المستعان. فربنا يجعلك مخرج من هذه الغربات، فكفينا شرهم. آمين. ويسعدنا بدنا بدنيانها. آمين يا رب. جزاك الله خير. شكرا لك. حفظكم الله شيخنا. بارك الله فيك. نسأل الله أن يبارك فيكم ونحفظكم. حفظك الله. أن يصرف عنا عنكم شر أصحاب الفتن. آمين. وشر الماكرين الذين يمكرون مكرا سيئا. آمين. وأن يعجل بزوال شر هذه الفتنة. آمين. وأن يؤلف بين قلوب السلفين على الحق والهدى، وأن يظهر أمرهم للشيخ ربيع بن هادي. جزاك الله خير. بارك الله. حفظكم الله ونفع الله بكم. الشيخ خالد بقى. طيب إن شاء الله. حفظكم الله. بارك الله فيكم. متابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.